Okay, welcome everyone. We're now ready to start taking questions. الكل عين اليوم على برونو فرنانديز، يعيش فترة ذهبية حاليا، سجل 3 أهداف في آخر 3 مباريات مع فريقه. دقائق منتظرة تفصلنا عن بداية البث المباشر. تحية طيبة لكل المتابعين الآن ومعكم من ملعب سانت ميري حيث تقام مباراة اليوم. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. ولقاء اليوم هو ضمن منافسات الدوري الإنجليزي حيث سيكون فريق ساوثهامبتون. كرة هدف في هذه اللقطة. أوه على هذه الكرة، هدف مبكر هنا لافتتاح شريط الأهداف. نشوف الهدف من جديد، كان ممكن تفادي هذا الهدف لو أن حارس المرمى كان منتبه حقيقة لزاويته ولم يترك اللاعب يسجل في هذه الزاوية القريبة. هدف يتحمل مسؤوليته بشكل كبير. يستأنف اللعب من جديد، ساوثهامبتون عليه العودة في النتيجة. في النهاية يدخل فيها إلى عمق الملعب كيفن كامبل، والحارس يشتت الكرة في هذه اللحظات. انظر إلى البينية الحاسمة هنا. يأتي الرد سريعا، تعادل يشعل الأجواء أكثر في هذه اللحظات. نشوف الهدف مرة أخرى واللمسة البينية الجميلة، بعد ذلك ترسل تسديدة قوية، الكرة راحت في المرمى، صعبة جدا على الحارس. ثيو هرنانديز ينطلق بالكرة الخطيرة وفي المرمى، هدف يستعيد التقدم في النتيجة مرة أخرى. نشوف الإعادة من جديد، يا سلام على التمريرة البينية ومن ثم الإنهاء الجميل جدا. تعرض لضغط كبير من الخصم لكنه عرف كيف يتخلص، عرف كيف يتصرف. النتيجة أردا غويلر، بينية شكلها ممكن أن تذكر عن شيء. قرار بإلغاء الهدف مشاهدينا بسبب وجود تسلل في اللعبة. الراية مرفوعة لتحبط الآمال بالنسبة للفريق. يتدخل يبعد هذا الهدف المحقق. ركنية تنفذ في منتصف ال 18. يسجل مرة أخرى، فعلها من جديد، سجل وكأنه يصرح علانية. تغير الوضع بعد أن بدأ الفريق يستحوذ على الكرة. كرة للتقدم هنا، حارس المرمى يبعدها عن مرمى. هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. ضربة البداية في الشوط الثاني من اليونايتد. محاولة تدعيم الصفوف، محاولة أيضا تغيير مسار الفريق.
ضربة جزاء إذا من نصيب ساوثهامبتون. إمكانية التقدم في النتيجة مشاهدينا الكرام. حارس المرمى يتوقع الكرة ويتصدى بشكل ممتاز. ركنية في المنتصف يبعد الخطوط. هذه فرصة. كيفن كامبل، كرة خطيرة للتقدم في النتيجة. الحارس يبعد الكرة. ركلة رمزي. لوتارو مارتينيز يتقدم بالكرة. فرصة خطيرة. الله على ميزة حارس المرمى الكبير. حارس يظهر في مثل هذه المواقف. انفراد صريح، لا أحد كان سيلوم حارس المرمى، لكن شوف التصدي، شوف القدرات، يحافظ على النتيجة. الدفاع يقراها. ضربة جزاء لصالح المانيو. فرصة لاستعادة التقدم هنا. تنفيذ سيء جدا لركلة الجزاء. فرصة سهلة بتضيع، يهدرها بعيدا عن المرمى. يتقدم بكل قوة في منطقة الخطورة. العارضة تتصدى. يا سلام على هذه الإثارة. فرصة للتقدم في المباراة. مستحيلة. ضغط من مانشستر يونايتد لمحاولة تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة. الله يا ربان، كرة في المرمى. هدف من لاعب استثنائي في توقيت استثنائي قبل صفرة الحكم بثواني. انهيار في الوقت الأخير. رصاصة الرحمة في الوقت بدل الضايع. هدف قبل لحظات من الصافرة. الله على التوقيت. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين. هدف وحيد يفصل بين الفريقين حتى الآن، وتحقيق للنقاط الكاملة. نجحوا في حسم الأمور في الدقائق. Time for a quick question. Thank you for your time. Really appreciate. Oh, thanks, guys. We're going to get started with the questions any minute now. مباراة مرتقبة بين قطبي مدينة مانشستر. مباراة لا تعرف إلا الندية والتنافس. هل ستكون المدينة الزرقاء أم حمراء؟ تابعوا لمعرفة الإجابة. سيداتي نساتي سادتي، أهلا ومرحبا بكم أينما كنتم. معكم فارس عوض، ونلتقي اليوم في مباراة غير عادية من ملعب الاتحاد، والآن مع جريليتش. رمزي، فرصة للتقدم في المباراة. الهدف الأول لمصلحة الضيوف. يفتتحون التسجيل أمام الغريم. أي أجواء بمنعطف آخر في هذا اللقاء.
هدف أول. لوب بمهارة رائعة. فرصة من جديد لكرة التعادل. مستحيل يا رب. السيتي يرفض السقوط، لا يريد أن يسقط في هذا الديربي. يعدل النتيجة، يعود إلى المباراة. فرصة للتقدم في هذه اللحظات. الكرة في المرمى، هدف يعيد الفريق للتقدم في النتيجة. نشوف الإعادة من جديد. يا سلام على التمريرة البينية، ثم أتت كرة الهدف التي كانت قريبة من المرمى ولا يمكن إهدارها. كوفازيتش، كيفن، تسديدة قوية. يا سلام على التصدي، فرصة كانت خطيرة. تصدي يعبر عن مدى ردة الفعل السريعة جدا. هنا ركلة جزاء هنا لصالح مانشستر يونايتد. برونو فرنانديز سينفذ الكرة. الكرة في المرمى، هدف يأتي لتعزيز التقدم في هذا الديربي ومن علامة الجزاء. الآن الأعصاب ترتاح أكثر، أجواء غير عادية. هذه هي مباريات التنافس والندية، هذه هي الأجواء الحماسية التي نريدها في مثل هذه اللقاءات. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى من نقطة البداية. كرة داخل المنطقة. رأسية كانت قوية لكن وجدت حارس المرمى. الله على هذا التصدي. الخطورة قائمة بعد هذا الإبعاد. الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية هذا الشوط. الآن استراحة قصيرة ولنا عودة لمتابعة أحداث اللقاء. الإحصائيات تؤكد بأن اللي قدم في مباراة اليوم وأن بصمته كانت أيضا واضحة في خط الهجوم. أداء كبير قدم اليوم، نجح في تقديم كل ما لديه في الخط الأمامي، سجل أكثر من كرة وسجل خطورة في أكثر من فرصة. الشوط الثاني ينطلق هنا. مانشستر سيتي يحاول أن يصحح الأمور وأن يقلص الفارق على الأقل بعد معاناة كبيرة في الشوط الأول. برناردو سيلفا، دي بروين، نظرة مختلفة دائما من دي بروين. مستحيل، كرة في المرمى تعيد الأمل وتحيي الآمال وتشعل المباراة من جديد. نتيجة اللقاء 3 أهداف مقابل هدفين، هدف وحيد. تدخل رائع هنا لمنع والتسديدة والكرة تصل إلى راحت الكرة من مانشستر سيتي. مساحة كبيرة هنا على طرف الملعب، فرصة خطيرة باتجاه يندريك. الكرة في المرمى، هدف لتأكيد التفوق وزيادة الفارق إلى هدفين. هذه لقطة الهدف مرة أخرى. شوف العرضية كيف اللعبة، لكن إنهاء الكرة في المرمى شيء آخر. تعامل مميز مع ضغط الخصم ومن ثم تسديدة المميزة في الشباك. بعد هذا الهدف أعزائي المشاهدين، نتيجة هذه المباراة 4 أهداف لهدفين. كرة عرضية هنا، ممتاز الحارس للتصدي لهذه الكرة، والعرضية تبعد في كرة مع كيفن دي بروين. قد نشاهد كرة هدف في هذه اللحظات. مباراة ترفض بأن تنتهي، هدف يأتي يقلص الفارق في الدقائق الأخيرة. أي إثارة منتظرة في اللحظات المقبلة. لاعبين، تمريرة ملعوبة بذكاء. جاك جريليش، برناردو سيلفا، ينجح الحارس في التصدي.
هذه الركنية قد تكون فرصة التعادل في الدقائق الأخيرة. والآن تنتهي هذه المباراة وبشكل رسمي سيتواجد الفريق في الدور القادم من هذه البطولة. هذه المواجهة كانت عصيبة للغاية. التأهل حسم بالأداء الهجومي القوي في النهاية، التأهل مستحق بدون شك، وهذا الأداء الهجومي يجب أن يستمر في الأدوار القادمة. أداء رائع اليوم من جانب برونو فرنانديز. Just a moment of your time. Thank you for your time. Thank you all for joining us. We'll start taking some questions now. Okay, guys, thank you. مباراة مميزة، الجماهير تنتظر، وسائل الإعلام تعطيها اهتمام كبير، كل شيء جاهز لانطلاقة هذا اللقاء، فلا تذهبوا بعيدا. انتظرونا في بث مباشر من ملعب سيلهيرست بارك. الصورة تأتي أمامكم الآن، أجواء جميلة من ملعب سيلهيرست بارك حيث تقام مباراة اليوم. معكم فارس عوض. يتقدم إلى الأمام، ممتاز هذا المرور، فرصة للتقدم في المباراة، مستحيلة في المرمى، دقائق أولى، شباك تتحرك، إثارة كبرى، مباراة تعد بالكثير. الله على السيناريو. نشوف إعادة الهدف من جديد، هجمة مرتدة كانت سريعة ثم شاهد الضغط الموجود، لكن لا مشكلة، فهذه قيمة الكبار في مثل هذه المواقف. جمال موسيالا، كرة تخترق الدفاع، فرصة ذهبية لقتل المباراة مبكرا لكن بتضيع، كان ممكن يريح مع موسيالا. كرة خطيرة عن فرنانديز، هدف يأتي الآن، يتسع الفارق إلى هدفين، أفضلية مستحقة بالتأكيد. نتابع الهدف من بدايته من المرور من المدافع، ومن ثم استغلال مميز للفرصة وتسجيل هدف من مسافة قريبة من المرمى. ضاعت السيطرة. فرصة لهجوم مرتد في هذه اللحظات، فرصة خطيرة الآن، كرة باتجاه المرمى، وهذه المرة تضرب الشباك. تألق الحارس في المرة الأولى لكنه لم يكن كافيا في الثانية. نشوف الإعادة، ركز مع التسديدة الأولى، هي الهدف، التسديدة الرائعة في الزاوية البعيدة واللي تصدى لحارس المرمى، لكن هذا التصدي لم يكن كافيا بعد المتابعة اللي كانت. إيزي، تمريرة بدون تركيز والكرة بتروح للفريق الآخر. نقلات حلوة، ممكن تكون فرصة خطيرة الآن. أي تصدي هذا من كوبل هنا. ركنية تنفذ داخل ال 18. ضربة رأسية غير متقنة بعيدة جدا عن المرمى. برونو فرنانديز. نهاية الشوط الأول من المباراة، على تقدم مانشستر يونايتد في النتيجة. الهجوم الذي يكتسح بالنسبة للفريق ويصنع الفارق.
عودة إلى الملعب مع بداية الشوط الثاني، ونذكر حضراتكم بالتقدم المريح لمصلحة مانشستر يونايتد. يفتك الكرة في المنطقة الخلفية ودي فرصة أمام المرمى. يا الله، كرة تعانق المرمى. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى من نقطة البداية. كرة بترسل بالعرض، تدخل ناجح في إبعاد العرضية، تصويب على المرمى، تخرج الكرة إلى ركنية بعد أن غيرت اتجاهها. كرة بتتخلص بشكل ممتاز، فرصة تتجدد مع ركلة ركنية أخرى، ركنية يلعبها برونو فرنانديز. اطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. المساندة تأتي من الزملاء، تصدي ممتاز، ضربة جزاء لصالح المانيو. فرصة لقتل أي أمل في العودة، نموذجية في المرمى، ركلة جزاء في منتهى الروعة. تابع الهدف من جديد، شوف التنفيذ المثالي لركلة الجزاء، ثقة في التسديدة في على الزاوية، محاولة كانت لإبعادها لكنها كانت بعيدة. برأيي بأن المباراة حسمت لأن الفارق في الأهداف كبير جدا، وأعتقد أن خلاص المباراة اقتربت من النهاية. وصلت إلى سار، جيفرسون ليرما، تدخل مثالي في داخل ال18. شوف اللوب الساحر هنا، لا ما زال طايح الأرضية. والآن تنطلق الصافرة لتعلن عن فوز مانشستر يونايتد بالمباراة وخروجه بالنقاط كاملة. طبيعي بأن نتوقع من الهجوم الأقوى